بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اليوم الزمالك بيبقى يوم عيد. النهارده عندنا ماتش جامد جدا، مباراة الزمالك والمصري في في المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية. الزمالك والمصري لو الدنيا كانت ماشية بما يرضي الله في الدوري كان زمان المصري متصدر والزمالك الثاني، ولكن طبعا شفنا المصري اتظلم جدا في مباراة الأهلي والمصري، والشناوي خد مدافع المصري بالحضن ونزل بيه تريبل اتش، نزل بيه بيديله فينش، والحكم لا شاف ولا سمع ولا اي حاجه. فاحنا بنتكلم على فرقتين من اقوى فرق افريقيا ومن اقوى فرق مصر. المباراه صعبه ومش سهله طبعا على الزمالك، لان المصري السنه دي عامل بصراحه اداء متميز جدا، وزي ما قلنا يستحق ان هو يكون متصدر الدوري المصري، وعنده مجموعه لعيبه قويه جدا. مستر جروس خلاص الزمالك قدر ان هو يفوز تحت قيادته على الاتحاد، والزمالك يعتبر فاق وعرف بقى. جروس دخل في الفرقه وانسجم مع الفريق وعرف مين اللعيبه اللي ما تستحقش انها تكون موجوده، وكلنا عارفين مثلا واحد زي مصطفى شلبي، واحد زي كونراد ميشيلاك، جزيري، الناس دي كلها. وانا رايي ان احنا خلاص يعني قربنا نضمن الصعود، فابدا بقى ادفع بعناصر شابه زي ايشو، وادي زي واحد زي محمد عاطف، واحد زي حسام اشرف، واحد زي بقى عمر فرج. ابدا بقى نزل اللعيبه اللي ما خدتش فرص، لان كده كده اللي موجودين الاساسيين ما بيدكش اداء وما بيدكش نتيجه. فانت نزلت حسام اشرف، وشفنا تالق حسام اشرف في ماتش الاتحاد، وحتى في ماتش طلائع الجيش عمل فارق وعمل اثبت نفسه. طبعا يا ريت نشوف النهارده ناصر منسي اساسي. المباراه طبعا هتتذاع على شبكه قنوات بين سبورت، وهتكون الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره. مباراة هتبقى قوية جدا بين النادي المصري وبين نادي الزمالك، وإن شاء الله بنتمنى فوز نادي الزمالك عشان نضمن الصعود. وزي ما قلنا نجرب لعيبة كتير، لعيبة شباب يعوضونا بقى عن اللي احنا بنشوفه، الضحك اللي بيقدمه مصطفى شلبي واللي بيقدمه كونراد ميشيلاك والجزيري وبعض اللعيبة اللي طالما ضمنت مكانها أساسي في فريق نادي الزمالك فأنت مش هتاخد منهم كرة ولا هتاخد منهم أي حاجة. وحابب اعلق على موضوع الشناوي والغلطه بتاعته لما الكره اتصوبت عليه. طب ما الهدف ما هوش غلط من الشناوي بس، ويعني انا ما بحبش الناس اللي هي بتتصيد للعيبه، مثلا تستنى لعيب يغلط تيجي جايه ماسحه بيه الارض زي ما بيقولوا كده. والفيديوهات اللي نازله تريقه على الشناوي، ليه يا جدعان؟ هو الراجل يعني غلط، ايه المشكله؟ طيب ودفاع الاهلي فين لما الكره وقعت من الشناوي وجه المهاجم بتاع شباب بلوزداد هو اللي احرز الهدف؟ حتى ما شفناش اي فولو حتى او محاوله من اي مدافع من الاهلي مع المهاجم، والمهاجم متساب لوحده. فده طبعا خطا طبعا الاساسي على الشناوي، والخطا الثاني بيتحمله دفاع النادي الاهلي. وفي تصريح لكابتن وائل جمعه بيقول لك ان النادي الاهلي ما ظهرش فيه المشاكل الا لما جه امام عاشور وكهربا، وان رحيل امام عاشور وكهربا عن النادي الاهلي هيبقى اضافه للفريق وهيرجع الاستقرار تاني للفريق. وشفنا انتقال اكرم توفيق للدوري السعودي بعد ما رفض انه يجدد بمبلغ بسيط، مقارنه بامام عاشور ومقارنه بباقي لاعيبه الاهلي الفئه الاولى. بالتوفيق طبعا لاكرم توفيق، لعيب راجل ولعيب قوي جدا، وبنتمنى له ان شاء الله النجاح في الدوري السعودي. في كلام طبعا لسه العقود شغاله مع زيزو حتى بعد تجديد نادي الزمالك، وممكن يكون ان نادي الزمالك جدد له عشان خاطر يقدر ينتقل للدوري السعودي، ونادي الزمالك يستفاد منه ماديا وماليا. اكتبوا لنا في التعليقات رايكم ان شاء الله وتوقعاتكم مين اللي هيكسب النهارده، نادي الزمالك ولا نادي المصري. بشكركم والى اللقاء في مزيد من الفيديوهات على قناتكم يوميات زملكاوي.